يعني هو ايه اللي بيخلي واحد كان زمان بيضحك وبقى ساكت؟ ازاي حد كان بيحب يساعد الكل وفجأة بقى بيعدي من غير ما يبص؟ الناس اتغيرت ولا الوجع هو اللي غيرهم؟ اوقات الهدوء مش دليل راحة، ده ممكن يكون صوت تعب محدش سمعه. كان في شاب اسمه عمر معروف في منطقته ان بتاع كل الناس، يساعد ده ويقف مع ده ويضحي بوقته عشان حد تاني. بس يوم ورا يوم بدأ ينسحب، مبقاش بيرد ومبقاش بيظهر. الناس قالت كبر واتغر واتغير، بس محدش سأل هو مين كان بيطبطب عليه، مين وقف جنبه وهو بيقع. اوقات اللي دايما بيسند بيتعب اكتر من اللي تساندوا عليه. مش كل اللي بيبعد من قسوة، ساعات بيبعد عشان يحمي اللي فاضل جواه. الغريب بقى ان عمر مبقاش عمر الطيب بتاع زمان، بقى عمر اللي بيعدي من غير سلام واللي بيستسخر على كل كلمة حلوة بتتقال. بس لما قابل بنت صغيرة في الشارع بتعيط عشان لعبتها ضاعت، رجع لها لعبتها ومسح دمعتها ورجع تاني يضحك زي زمان. في اللحظة دي فهم ان الطيبة ما كانتش ضعف ولا وجع، الطيبة كانت هو. وكل اللي حصل له انه نسي نفسه شوية. الحاجة اللي بتكون فيك من زمان عمرها ما بتموت، بس اوقات بتحتاج تفتكرها. في النهاية احب اقولك، لما تشوف حد اتغير ما تحكمش عليه من بره، وساعات لمسة صغيرة بتفكره هو مين. واحنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها.